بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنعمل عصير مركز. معانا دلوقتي كيلو جزر، قشرناه وقطعناه بالسمك اللي انتوا شايفينه ده. هنجيبه معانا نحطه في حلة ونضيف عليه 4 كوبايات من السكر. هتقولي السكر كتير، اقولك لا، اصلي مش هحط سكر بعد كده لما اجي اخففه، فالسكر ده هيبقى يدوبك مناسب للكمية اللي احنا هنعملها. اهو حطيت ال4 كوبايات، وبعد كده هقلبه كويس، غلفه بيه. وبعد كده هجيب المية بقى، شوفوا المية معايا هزودها ازاي عليه بعد ما اغلفه كويس جدا. بعد كده جبت المية غطيته وزودتها شوية، عشان المية دي اللي هستخدمها بعد كده، مش هزود مية تاني. فهغطي العين عشان يدوبك يستوي في قلب بعضه، محتاجش ان احط مية ليه، خليها شمعة بس كده. اول ما استوى سيبته لغاية لما هدي خالص، يعني ممكن تسيبيه من بالليل للصبح بمزاجك يعني. وجبت برتقان قشرته وقطعته زي ما انتوا شايفين، وده برتقان سكري فشلت منه البذر اللي فيه، مبقاش فيه حاجة اهو. وبعد كده هنبتدي بقى نضربه في الخلاط بالمية بتاعته اهو. احط كمية اهو، اضربه، بعد كده ازود قطع برتقان تاني بقى. وبعد كده خلصته صفيته وحفظته اهي. في اللي عايز يحفظه برطمانات في اكياس زي ما انتوا عايزين، بس ده مركز يعني لما اجي استخدمه هحط شوية منه وازود عليه مية واقلب بس، او احطه في الخلاط بس. كل عام وانتم بألف خير.